ازيك يا صاحبي؟ انا النهارده هقولك ازاي تبقى قطة. خليك فضولي، دي اول حاجة لازم تتعلمها لو ناوي تبقى قطة. نونو كتير علشان الاكل، ولما يتحط سيبه ويمشي، انت مش تحت امر حد. لما صاحبك يفضل يدور عليك خليك ساكت ومستخبي في مكانك. اتصرف دايما زي القطط، الا لما صاحبك يحتاج لحد جنبه فعلا. طبق المية لازم يتغير كل ما صاحبك يعدي من جنبك، حتى لو حصل ده كل 5 دقايق. خليك مع صاحبك في كل حتة يروح فيها، امشي قدامه يدوبك بخطوتين. لو صاحبك صحاك من النوم اظهر له انزعاجك من الحركة دي، لكن مش مشكلة لو صحيت صاحبك من النوم. لما صاحبك يوضب السرير وينضفه لازم تسيب بصمتك عليه. القط الاسود بينام على الهدوم البيضاء، والقط الابيض بينام على الهدوم السوداء. راقب الضيوف الجداد وحطهم دايما تحت عينيك. أول ما حد يسيب مكانه احتله فورا وكأنك موجود هناك من سنين. اهتم بوضعك وسط العيلة،